مساء الفل. سيسكو هيلعب امتى يا امورين؟ التشكيل الرسمي نزل بدون تغييرات كبيره، لكن في مشكله اكبر. 3-4-2-1 بايندير، والثلاثه اللي قدامه يورو، ديليخت، شو. ما فيهاش تغيير عن الماتشات كلها، وهو مثبت دي وكويسه وشغالين مع بعض كويس. حتى اللي عندي تحفظات على شو، بس تمام هو شغال كويس. الاربعه اللي قدامهم بقى فيهم مصيبه. ديالو بيلعب يمين، دالو هو اللي بيلعب شمال. دالو شمال. انت عندك مشكله مع دالو، هو بيلعب يمين اصلا، فانت بتلعبه شمال عشان تزود مشاكلك بدل دورجو اللي كان هو اصلا اسرع منه، وكان احيانا بيغطي على المشاكل اللي بيعملها شو دفاعيا وبيغطي قدام هجوميا. ماشي، خلينا نشوف الاثنين اللي في النص. كاسيميرو وبرونو نفس الفجوه اللي بتتكلم عنها في نص الملعب كل ماتش. احنا هنعالج دي امتى؟ مش عارف. امتى يكون عنده الشجاعه انه يلعب بماينو، انه يلعب باوجارتي، انه يجيب بقى نص ملعب عشان نخلص؟ انا مش عارف. اكيد مش بتكلم في سوق الانتقالات دلوقتي، لكن انا عندي مشكله ان انت كل ماتش شايف ده وما بتعالجوش، وطالع المره اللي فاتت بتقول لنا معالج الاخطاء. الثلاثه اللي قدام ما فيهمش اختلاف. مبومو وماونت وكونيا هو اللي قدامهم. سيسكو هيلعب امتى يا امورين؟ مش عارف. ركنيه حلوه، يلا. واضح ان احنا بدانا نتعلم الجليتش بتاع الكورنر من اهل لندن. 7-8 دقايق ما حصلش فيهم اي حاجه غير ان احنا بنحاول بطريقه عشوائيه. بالعكس انا شايف بيرنلي هم اللي ماسكين علينا كوره دلوقتي. يا جماعه هو لوك شو هيخس امتى؟ والله مش بتريق، هو لوك شو هيخس امتى؟ مبدئيا عندنا نفس المشاكل بتاعه الماتش بالحرف. انا شايف كونيا هو اللي بيسقط لحد نص الملعب بدل ما الكوره هي اللي تروح له. كونيا اللي هو المفروض النهارده بيلعب سترايكر. ثم ان انت اصلا عندك مشكله في الجبهه الشمال اللي كان فيها شو وفيها دورجو قدامه وفيها ماونت، فانت المره دي بقى شلت دورجو اللي كان اسرع وحاطط دالو علشان يعمل لك مصايب اكبر. اسوأ حاجه بيعملها ديالو دلوقتي انه يحاول يثبت ان انا لعيب جامد وان انا مستواي ما نزلش ولا حاجه، فكل كره بيزودها ويحاول يرقص فتتقطع منه فيتشتم اكتر. بيرنلي طبعا فريق منظم جدا، بيلعبوا على الجزء بتاع احنا نفضل نضغط ونفضل نرجع ونفضل نمسك كرة على قد ما نقدر والتحضير البطيء، عشان هم عارفين ان هم ما عندهمش نقط قوه، فبيلعب على نقط ضعفك انت. بس لو خدت بالك هم بيفضلوا يحضروا ويحاولوا يدخلوا من النص من الحته اللي فيها كاسيميرو. احنا شايفينها من التلفزيون، انت ازاي مش شايف؟ وضرب 4 دقايق عشان اصلا يفكر ياخد القرار الصح ولا لا، وقتل لي متعه كره القدم. لغى ضربه الجزاء. يعني قاعد يشوف الفار كل ده عشان يلغي ضربه الجزاء في الاخر، اللي هي الشد باين وواضح وراح وراه لحد منطقه الجزاء وشد قدامك وانت حسبتها اصلا بدون تردد. لكن ماتش تشيلسي اللي هي انا معاك ان هي لمسه اليد ضربه الجزاء، لكن اللعبه اللي قبلها على طول في نفس اللعبه، ما تقوليش لعبه جديده، لمست ايد المهاجم انت عديتها وحسبت ضربه الجزاء. انا نفسي اعرف ايه القانون في الفار. 22 دقيقه ولغايه دلوقتي مفيش هجمه منظمه تقدر تقول الفريق طلع مع بعض بهجمه عشان نعرف نوصل لمنطقه جزاء بيرنلي. الهجمتين 3 اللي راحوا كلهم باس في ريسك في الاغلب من برونو، اللي هو زي ما كنا بنقول من شويه، والله حطها رقص لعب تمام. الهجمه اتاخرت شويه بيبدا الفريق يضغط معاه، فاحنا بنهاجم لما نبقى هناك، مش بنروح هناك عشان نهاجم. اول حاجه بنعملها لما الكره بتتقطع قدام ان احنا بنرجع للثلاثه اللي ورا. ديليخت وشو لمسوا الكوره اكتر ما كونيا وماونت لمسوا الكوره. يلا يا برونو، حلوه. هنسجل امتى؟ اتحسبت، دخلت، جول. احنا لغايه دلوقتي سجلنا جولين في الدوري، الاثنين مش مكتوبين باسامينا، سارقينهم. الولا كاسيميرو تحس ان الكوره ما بقتش بتحبه، يعني حتى لما حطها حلوه وهو واقف لوحده جت في العارضه. يعني هو دلوقتي خرج كونيا عشان مصاب ولسه ما نزلش حد، فاحنا لسه هنفكر طب انت ايه بتحاول تعمل ريستارت الكونيا يمكن يشتغل. دالوت تحس ان هو بيلعب على بينج 160، بيمد رجله على ما يروح للكوره يكون مصيبه عمل فاول. احنا اتلعب علينا عرضيتين ورا بعض، واحده برونو اللي طلعها واحده ديالو اللي طلعها بدماغه. خير، الدفاع فين؟ سكوت باركر من بعيد تحس ان انت جايب تشابي الونسو من شي ان. نفس الكوره، ميسن ماونت سقط، استلم في نص الملعب وراح لعب واحده طويله لديالو في اليمين، عدت ما عدتش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله كاسيميرو مش عامل مصايب النهارده، انا مش عارف عشان كاسيميرو اللي مسترجل ولا بيرنلي اللي اهون بكتير من فولهام، بس الحمد لله مفيش كتير من عنده ومفيش هجوم برضو من عنده. العرضيه الله يا دوبرافكا، سيبها تدخل، ده انت رخم قوي. وديه حلوه ديالو قوي، يا ديالو وديه هناك.
عند عبد العاطي. يا ولد يا ولد يا ولد. نهايه الشوط الاولاني 1-0. ماشي، كان ممكن نطلع 2 نطلع 3. في رعونه غريبه عند الناس اللي بتوصل قدام، خصوصا زيركزي لما نزل، ومبومو تحس ان هو لسه محتاج يظبط الفينش على الرغم من فورمه رحيم ستيرلينج اللي هو عاملها، لكن احسن لعيب في اليونايتد من اول الموسم. قد يكون الكلام اللي قاله اموريم بعد ماتش الكاس اللعيبه دلوقتي مسترجلين ومش عايزين يبقوا هم السبب ان اموريم يمشي، او ما يبقوش هم السبب في خسائر الفريق لوحدهم. الله اعلم. بيرلي مش فريق قوي خالص. احنا مش شايف ان احنا عملنا هجمات مبنيه او بيلد اب اتعمل طلع الفرقه كلها لقدام، الا لما بدانا اللعيبه شويه تكسب ثقه، خصوصا اخر ربع ساعه لما بدانا نشوف زيركزي طلع في واحده والثانيه، مبومو بيحاول احسن لعيب في اليونايتد زي ما قلنا، ديالو بيزودها شويتين لكن كان بيوصل. الجبهه بتاعت دالو وشو ما فيهاش اي حاجه اضافيه للهجوم. برونو لازم يكون حد جنبه بيعرف يطلع بالكوره عشان الاثنين يعرفوا يطلعوا لقدام. برونو راس ماله الماتش ده بالذات ملتزم دفاعيا على قد ما يقدر عشان ما يحصلش الفجوه اللي بينه وبين كاسيميرو اللي شفناها في الماتشين اللي فاتوا، لكن بيلعب كور طويله بتوصل الفريق الى حد كبير. ماونت عامل ماتش كبير، مفاجئني بصراحه ان هو لحد دلوقتي كمان في الموسم من احسن اللعيبه اللي موجوده في يونايتد، مش سيء للدرجه دي. الماتش اللي فات حتى بتاع فولهام احنا قلنا يمكن لو كان كمل وطلع برونو كان ممكن يبقى الشكل احسن في نهايه الماتش وكان ممكن نكسب، بس خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الشوط الثاني. اموريم الى حد كبير عامل ماتش كويس كمدرب، الفرقه تحس ان هي بتنفذ تعليماته، بيحاولوا يلتزموا اكتر بتعليماته. يمكن اول 10 دقائق ربع ساعه من الماتش ما كناش شايفين، ما كناش كويسين، يمكن كان كمان هم بيضغطوا علينا اكتر، لكن خصوصا اخر ربع ساعه الفرقه بدات تفوق، الفرقه بتروح. عملنا كام هجمه كان ممكن الشوط يطلع باكتر من هدفين 3، لكن لحد دلوقتي لسه الفريق محتاج يتحسن اكتر قدام. رقميا الفريق مش وحش خالص، عملنا 15 محاوله على المرمى وعملنا منهم 4 اون تارجت. ده يعكس ان احنا كمان حتى لما بنوصل محتاجين الموضوع يكون مركزين شويه اكتر قدام عشان الكره تروح اون تارجت، بدل الجون اللي جبناه يبقى 2-3. كان عندنا اكتر من فرصه ان احنا نسجل، لكن التسرع يمكن او الخوف هو اللي ضيع الكور دي. الفرص الكبيره هي واحده بس، في الاغلب مش هي اللي دخلت كمان لان دي ما تعتبرش فرصه كبيره، دي اتحسبت اون جول. احنا عملنا 10 عرضيات داخل المنطقه، وده يدينا بقى ايه انديكيتور. برافو، لازم سيسكو. لسه من نص دقيقه كنا بنقول ان ماونت عامل ماتش كويس ولو كان كمل الماتش اللي فات كمان كان ممكن نكسب، راح مطلعه ومنزل ماينو. اموريم تقريبا مصمم على الفشل، يعني هو نزل ماينو مكان ماونت بعد ما ماونت كان عامل ماتش كويس، فراح انت جايب بقى ماينو هيلعب جنب كاسيميرو وهتطلع برونو قدام. لا، هنلعب بماينو هو اللي قدام مكان ماونت. اصرار غريب على الفشل. نفس العرضيه بنفس الجول بتاع فولهام. هو احنا ليه بنتفرج على نفس الماتش بتاع يوم الاحد اللي فات؟ نفس الكوره اللي اتلعبت من ناحيه دالوت، بس هي المره دي الناحيه الثانيه عشان دالوت هو اللي الناحيه الثانيه، وبعدين تتلعب ترجع لورا وتتلعب من ورا تاني فاضيه فدان، وبعدين تتلعب عرضيه وواحد يسرق المدافعين ويحطها تاني. الدروس المستفاده صفر. تيبيكال مانشستر يونايتد. لعبنا الشوط الاولاني ونزلنا نتمرقع الشوط الثاني. جول عبد العاطي. لسه بتكلم عن الفشل، عبد العاطي انقذني. اخيرا مانشستر يونايتد سجل جول من لعب مفتوح مش اون جول. يلا التعادل. الله 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 على المسخره وقله الادب اللي احنا بنقدمها. الحمد لله اوف سايد. الفار هيشوفها وشكلنا هنلبس في النجفه. الحمد لله، انا ربنا نصرني، طلعت اوف سايد. هو كده الملعب مظبوط عامه، وبرونو هو اللي بيلعب 10 وماينو بيلعب 8 جنب كاسيميرو. هي غالبا كان الحماس واخده بس اول ما نزل يعني. لا 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 لا، لبسنا التعادل والله. لسه بنقول لازم نحط الثالث. كميه الاخطاء في التغطيه من يورو، من ماينو، من كل الناس. دالو واقف بيتفرج، والله العظيم واقف بيتفرج. دالوت مش ممكن، ما هو مش طبيعي والله. وفي الاخر 2 ديفليكشن وتدخل. مفيش فريق في الدنيا حظه اسوأ من مانشستر يونايتد. متعادلين ومش هينفع الماتش يخلص تعادل ومش هينفع نخسر. هتنزل سيسكو امتى؟ ايه سيسكو بيقلع الفانيلا عشان ينزل.
لازم ازعق يعني. ويوزع. طبعا كلنا عارفين ايه اللي هيحصل، وهينزل مين دلوقتي، وهيلعب مش في مركزه ويطلع يحط كرة بالهيد. ممكن حد يشوف لنا الجاكيت بتاع اموريم ده بيتباع فين؟ اموريم، ممكن تشرح لي سبب نزول مزراوي مكان يورو في الدقيقة 85 وانت عايز تكسب؟ بص في عيني، رد عليا، عيني في عينك كده، راجل لراجل، ورد عليا. حلو قوي الكروس ده اللي بنقوله من الشوط الاولاني والله. عرضيه من مبومو، طلع لها من الدور الخامس سيسكو ما شاء الله. واحده من مبومو والثانيه من دالوت. كده الثانيه مخطوفه خطف يا ابني والله العظيم. احد صناع المحتوى في منطقه العمليات. ده ميم الشربيني بس نسخه جنزي. 5 دقايق وقت ضايع. واحده فيرجي تايم بقى. طب دي ضربه جزاء وشدوا من الفانيلا. الفار بيشوف ضربه الجزاء، شدوا، يلا شده واضحه ومن جوه منطقه الجزاء. الخط الابيض ده منطقه الجزاء، بنحسب جواه ضربه جزاء. اموريم بعد ضربه الجزاء قاعد على الدكه واخد فورمه اللي خلص شغله وحاطط رجله على المكتب. انا قلت عمي وعم الناس هيحطها المره دي. برونو برونو، كسبنا كسبنا. احنا كنا محتاجين ال3 نقط دول. ملخص الكلام، كسبنا. اللعيبه تحس ان رجعت لها الروح وبيحاولوا يثبتوا ان احنا لسه لينا مكان، لسه نقدر نعمل حاجه. الصوره اللي حصلت في الماتشين بتوع الدوري والماتش بتاع الكاس مش هتتكرر تاني. اتمنى ان احنا نكمل بالاداء ده. احنا طبعا كان عندنا مشاكل. بيرنلي كان مش هقول احسن مننا في اوقات من الماتش، لكن بيرنلي كان مصعبها علينا جدا جدا في اوقات كتير من الماتش. فكره ان انت تبقى بتلاعب بيرنلي اللي لسه صاعد وتكسبه بصعوبه في الدقيقه 95 والماتش يبقى ماشي ان انت بتتقدم وبعدين يتعادل وبعدين تتقدم تاني فيتعادل معاك تاني. الماتش ده تشوفه من فريق كبير اقوى من بيرنلي مع احترام البيرنلي، لكن لما يبقى احنا بنلاعب بيرنلي محتاجين الشوط الاولاني مثلا زي ما كنا بنقول يخلص 2، يخلص 3، يخلص 4. احنا كنا احسن بكتير كشكل وكروح. اموريم هو كمان عمل ماتش ممتاز الى حد كبير. كان عندنا تعليقات على التشكيل في بدايته، وكان اكيد عندنا تعليق على ان سيسكو تحديدا نزل متاخر مقارنه بماتش فولهام، لكن في النهايه عرف يجيب المكسب. التغيير اللي عملها انه ينزل ماينو والتغيير اللي بعدها انه ينزل سيسكو مكان كاسيميرو، دي شجاعه منه وغالبا هي دي اللي جابت المكسب. الفريق كله اخر 10 دقائق ربع ساعه كان شكله احسن من الماتشين اللي فاتوا بكتير، كان شكلهم احسن كمان من ماتش الكاس بكتير. الروح رجعت للعيبه، تحس ان هم عايزين يعوضوا اللي حصل في الماتشين اللي فاتوا او ال3 ماتشات اللي فاتوا، خصوصا ماتش الكاس وماتش فولهام اللي كان واضح عليهم جدا الاحباط. اموريم بعد ضربه الجزاء كان فعلا عامل الفورمه بتاعه الراجل اللي قاعد على المكتب خلص شغله وجت ما جاتش خلاص احنا عملنا الماتش. لكن بعد الفوز بعد الجول حتى الثالث برونو واللعيبه اللي حواليه بيحتفلوا كانهم ده اخر ماتش هيلعبوه في حياتهم. الضغط على اللعيبه كبير. انت بتلعب بيرنلي فرقه صاعده عامله عليك مش ماتش بس، عامله عليك ضغط كبير ان انت حتى دول ما ينفعش تفوت قدامهم نقطه. لكن احنا كنا محتاجين المكسب ده واللعيبه كانت محتاجه المكسب ده واموريم كان محتاج المكسب ده. مبروك. الفتره الجايه عندنا اسبوعين توقف دولي بعدهم ماتش السيتي. اتمنى ان احنا نعرف نخلص في اليومين اللي فاضلين دول حارس مرمى ولاعيب نص ملعب، عشان احنا مش هينفع نكمل كده كتير. مش هينفع نكمل بأونانا وبايندير ودايما قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا. لازم كمان اموريم يعرف بقى يشتغل على المشاكل اللي في الخطه، يعرف يشتغل ازاي ان هو يعلم اللعيبه تلتزم بيها، اللعيبه نفسها تقدر تركز اكتر تلتزم اكتر، نشوف الروح دي تاني وان شاء الله نعمل ماتش كبير قدام السيتي. انت كمان كمشجع لازم تحتفل بالمكسب ده بعد فتره الضغوط الكبيره اللي احنا عدينا بيها الفتره اللي فاتت. ما تنساش لايك عشان السير، شير عشان الشياطين الحمر، سبسكرايب عشان خاطري. سلام.